نزل 800 جنيه في يومين. الجنيه الذهب بيتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة. دهب يعني أسرار وأطماع وتغيرات مفاجئة. يا أهل الدهب، يلي عيونكم مبرقة على كل حركة في السوق، يلي قلوبكم بتدق مع كل صعود وهبوط لسعر الجنيه، مين فينا ما حسش بالغيرة وهو شايف الدهب بيطير في السماء؟ ومن فينا ما حسش بالوجع وهو شايفه بينزل زي الصاروخ؟ من كام يوم فاتوا والدهب بيتلون كل شوية زي حكاية أسرار محدش يعرف آخرها. اللي كان بيحلم يشتري واللي كان محتار يبيع، فجأة السوق اتلخبط. كنا بنشوف الجنيه الدهب بيرقص على وتر 37 ألف جنيه وكأنه بيقول أنا هنا ومستحيل أقع، وفجأة في ظرف يومين بالظبط نزل نزلة معلم، خسر 800 جنيه مرة واحدة. ايوه 800 جنيه في يومين. الجنيه الذهب عيار 21 اللي كان ب 37600 جنيه يوم الثلاث اللي فات لقيناه النهارده بيودعنا عند 36800 جنيه. مفاجأة؟ لا، يمكن تكون صدمة. مش الجنيه الذهب بس اللي اتأثر، ده كأن لعنة نزلت على السوق كله. عيار 24 اللي بيقود الموكب وعيار 21 اللي هو سيد المعاملات كلهم حسوا بنفس الهزة. الدهب عيار 21 اللي هو الأكثر تداولا نزل واستقر عند 4700 جنيه للبيع بعد ما كان فوق ده بكتير. وقية الدهب اللي كل العالم بيبص عليها برضه حست بالنزول. يا ترى ايه السر ورا التراجع ده؟ وهل السوق بيعلنها صراحة ان في تغيير جاي؟ الخبراء بيقولوا ان الموضوع ليه علاقة بشوية هدوء حصل في الدنيا بره، تحديدا بين ايران والجماعة اياهم. كأن العالم كله كان واقف على صفيح ساخن، واول ما النار هديت شوية الذهب قال كلمته ونزل. ده غير ان السوق المحلي عندنا يمكن يكون خد نفس شوية بعد جنون الشراء اللي فات. لكن السؤال اللي محير الملايين، هل النزول ده اشارة ان وقت الشراء حان؟ وهل دي الفرصة الذهبية اللي بنستناها عشان نلم الذهب قبل ما يرجع يطير تاني؟ ولا دي مجرد خدعة من السوق عشان يخلينا نشتري وبعدين يفاجئنا بنزول اكبر؟ لما نبص على اخر سعر للذهب دلوقتي في محلات الصاغة، الجرام 24 5371 للبيع، 5349 للشراء. 21 الاكثر تداول 4700 للبيع، 4680 للشراء. اما 18 4029 للبيع و4011 للشراء. وسط كل التقلبات دي ومع كل خبر بيجي لنا عن الذهب بيغير تفكيرنا، هل الذهب مجرد فعلا استثمار ولا هو لغز ازلي بيختبر طمع الانسان وخوفه من المجهول؟